اهلا بكم. عالم مثير بطبعه، عالم مليء بالتكنولوجيا الحديثة، وله في عالم الجمال باع كبير جدا. عالم زمان في حياتي الشبابية الصغيرة وانا طفل كان بالنسبة لي مخيف جدا، عالم الاسنان. لما كانت سناني توجعني وياخدوني يقولوا لي تعالى نوديك لدكتور السنان، يا دلوقتي ما بقاش كده. الحقنه بتاعت السنان ما بقتش كده، بقى ما فيش حقن اساسا. وتجميل السنان ده علم لوحده. فاسمحوا لي ان انا ارحب بضيف عزيز عليا جدا جدا، قيمه علميه متميزه في هذا المجال وقامه جراحيه متميزه، لانه دي جراحات على فكره. طب الاسنان ده جزء منه جراحات متعلق بالتركيبات، متعلق بالزراعات، هنفهم منه كلام مهم جدا. ولاول مره هيكون ضيفي العزيز الغالي عليا جدا الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس بكليه طب جامعه عين شمس، مدرس بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعات الاسنان بالولايات المتحده الامريكيه. اهلا بيك دكتور شادي. اهلا بيك دكتور ايمن. منور الدكتور، وشيء يشرفنا جدا. عين شمس لها بريق خاص جدا، وطبعا طب عين شمس وكليه طب الاسنان جامعه عين شمس كليه طب عريقه جدا، فيشرفنا ان انت تكون موجود معنا فيها. ربنا يخليك يا دكتور ايمن. انا عايز اسالك الاول عن حاجة مهمة قوي متعلقة بشيء خاص بالتكنولوجيا الحديثة في استخدام الميكروسكوب ده. هنبدأ بسؤال الأول، يعني ايه طبيب اسنان؟ مواصفات طبيب الاسنان، مواصفات جراح الاسنان والتخصصات المختلفة لطب الاسنان. هل في تخصصات جوه التخصص سب سبيشاليتي؟ عايز افهم الكلام ده منك تفصيليا، وبعدين ندخل في كلمة ميكروسكوب طب الاسنان سواء في التكميل او في التجميل. تمام. هو الحقيقة دي نفسي من زمان ان احنا نوضحها للناس والعامة، خاصة ان الناس كلها فاكرة ان دكتور السنان هو دكتور بكل حاجة، دكتور الكشكول زي ايام طب بشري زمان. كانت الناس بتفتكر الدكتور بيعمل كل حاجة، بطن واطفال وحميات. بالظبط كده. فدلوقتي لا، بقى عندنا في تخصصات في طب الاسنان، واللي بيعبر عن التخصص ده ان انا كمريض دلوقتي عايز اروح لدكتور سنان. ففي حشو العصب ده تخصص، التركيبات ده تخصص، التقويم ده تخصص، الجراحة ده تخصص. طب ايه اللي يعبر لي عن الدكتور ده متخصص في كذا؟ هي اقل حاجة تعبر عنها هي شهادة الماجستير. اول حاجة ان انا ابص على الدكتور ده على الاقل يبقى معاه شهادة ماجستير. طبعا الدكتوراه دي اعلى شهادة في التخصص، انما على الاقل الدكتور يبقى معاه ماجستير يعبر لي عن التخصص ده. ان انا اروح لدكتور علاج جذور، اروح لدكتور زراعة، ما يبقاش في دكتور بيعمل كل حاجة دي. يبقى لان احنا عندنا معدل تطور بقى عالي جدا، التكنولوجيا عليت قوي. فالنهارده بقى زي الكمبيوتر كل 18 شهر تلاقي جهاز جديد وتكنولوجيا جديده وتكنيك جديد طلع. فالمفروض ان انا ابقى اواكب ده في 7 8 تخصصات، ده مستحيل في طب الاسنان. فعشان كده التخصص مهم قوي، ان الدكتور عشان يبقى مواكب وعشان يبقى اب تو ديت ويبقى ماشي مع التطور، يبقى لازم ان هو يبقى متخصص. فلما يجي يقول دكتور متخصص، لا، عشان ما حدش يضحك عليا بقى، يبقى انا على الاقل يبقى معايا ماجستير في التخصص ده. عظيم جدا.